يا أهل، أنا كيرو، ودي الحلقة رقم 8 من بودكاست أفكار مع فنجان القهوة. البودكاست اللي هنحاول نلاقي فيه لحظات من السلام النفسي وسط دوشة الحياة. كل اللي مطلوب منك إنك تشرب قهوتك وتطبطب على روحك، وتيجي معايا في رحلة تكون فيها أنت صديق قهوتي المقرب. وفي نهاية الحلقة هكون سعيد لو شاركتوني تعليقاتكم وأفكاركم للحلقات الجاية، وكمان على سبيل الدعم والحب هكون ممتن جدا لو قيمت البودكاست ده على منصة البودكاست اللي بتحب تسمع منها. قهوة سعيدة. مش المفروض أقرب الناس لينا يكونوا أحن الناس علينا؟ سألتها وأنا باصص ومش عارف إذا كنت مستني إجابة ولا مستني حضن. خدت بق من قهوتها وبصتني بحنان رهيب، كأنها حضنتني من غير ما تمد ايديها. تشرب قهوة؟ اقعد نتكلم شوية. مالك؟ سألتني بصوت حنيته لسه بترن في وداني، وفي الخلفية كان جاي صوت أغنية وردة الجزائرية الشهيرة وهي بتسأل: الحنية؟ طب فين هي؟ رفعت عيني ليها وسألتها: هي بجد راحت فين الحنية؟ راحت فين الكلمة الحلوة؟ راحت فين الناس الحلوة؟ راحت فين الكلمة الحلوة؟ راحت فين الناس الحلوة؟ خدت بق من قهوتها وسكتت تاني، ورفعت عينيها وقالت لي بابتسامة دافية: اسأل ورد. فضلت باصص في فنجاني، وفجأة صوتها الحنين اقتحم وداني من جديد، لكن المرة دي كان بنبرة أعمق: البشر يا ابني من غير الحنية أموات بالحياة. بطلة القصة دي جدتي الله يرحمها. لسنين فضلت أغنية ليالينا الوردة الراعي الرسمي لنوبات الحزن اللي كانت بتضرب حياتي، ولحظات الحنين الصارخة فيها. لكن ما تخافش يا صديقي، الحلقة دي غير درامية بالمرة. هي مجرد رحلة بحث بريئة عن أهم صفة من وجهة نظري في البني آدمين. ويمكن دي كانت أول لحظة بدأت أدور فيها مش بس على الحنية، لكن على مكانها الحقيقي في حياتنا. هل فعلا الحنية لسه موجودة فينا ولا راحت؟ علماء النفس بيقولوا إن الحنية جزء من صفات شخصياتنا الأساسية، وبيقولوا إن الحنية مش بس شعور، لكن هي الميل الطبيعي إننا نكون جنب اللي بيتألم، والرغبة الحقيقية إننا نخفف عنه. بس بجد بسأل نفسي، لو الحنية فطرة جوانا من يوم ما اتولدنا، ليه ساعات بنحس إن منسوبها بيقل بوضوح ملفت فينا؟ وليه بنلاقي نفسنا أحيانا بنبقى جامدين أو ناشفين، وكأن قلبنا بيقسى كل ما بنمشي في الحياة؟ هل ضغوط الحياة بتسرق الحنية دي مننا؟ وتجارب حياتنا بتفرمنا لحد ما تطلع مننا نسخة منزوعة المشاعر؟ ومع مرور الأيام بقيت ماشي في الحياة دي بدور على الحنية. وديتوا الحنية فين يا اخوانا؟ يكفي لو فكرت تدور على كلمة الحنية على الانترنت، تلاقي أغلب اللي بيظهر هو نفس المقطع الحزين من أغنية عمرها أكتر من 40 سنة، بتشكي من قسوة الليالي ومن قلة الحنية.
لو افترضنا يا صديقي ان الحنية دي وجبة عاطفية متقدمة بحب ومن القلب، فمكوناتها الخمسة الأساسية حسب علماء النفس هي: رغبة حقيقية في مساعدة الآخرين، حساسية لمعاناة الناس حواليك، تعاطف تجاه اللي بيعانوا، القدرة على تحمل المشاعر السلبية لإنسان بتحبه من غير ما تنهار جنبه بقدر استطاعتك على التحمل، لأنه في ناس وللأمانة عندهم قدرة رهيبة على تصدير الطاقة السلبية، لكن مش دول المعنيين بحنيتك. وأخيرا الإحساس بالإنسانية المشتركة، يعني تؤمن إن كلنا بنتألم وكلنا بنحتاج لبعض. بيقول الشاعر اللبناني جبران خليل جبران: الحنية ليست مجرد شعور رقيق، بل لغة يفهمها الجميع وتتجاوز الكلمات. الحنية يا صديقي في نظري صفة لا تقاوم في البني آدمين، هي مصدر الحب وهي أساسه وهي بدايته اللي بتخليه مستمر وعايش. الحنية مسكن جبار لكل أوجاعنا وألام روحنا اللي بتسببها الحياة والبشر وعمايلهم فيها. الحنية هي اللين وقت الزعل، والحب وقت الخصام، والسند وقت الضعف. الحنية خط مفتوح واصل من قلب لقلب، فيه أمان واحتواء وسكينة وشعور بالونس بتدوم بيه العلاقات. الحنية بتبدأ بكلمة تداوي وتنتهي بإيد تطبطب وتهوي، وحضن بيساعك وقت ما الدنيا تقفل في وشك أو تضيق بيك. الحنية طبع هين وقلب لين وروح دافية فطرتها لسه سليمة ما غيرتهاش الأيام. في كتاب The Art of Loving الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي إيريك فروم بيقول: الحب مش مجرد شعور بيجي فجأة، لكنه فن بيحتاج لممارسة وتعليم، وبيأكد على إن الحنية زي الحب تمام، بتحتاج وقت وجهد وطاقة. لكن في عصر السرعة والحياة من خلف شاشات التليفون اللي عايشين فيه دلوقتي، بنشوف إن الناس بدأوا يفقدوا قدرتهم على العطاء العاطفي، ومنسوب الحنية بقى قليل فعلا. وأصبح في ناس بتتعامل معانا زي المصيف، ناس عايزة تيجي تقضي معاك وقت حلو، تستمتع بيك، تشحن طاقة حلوة منك، تفصل معاك، تفضل معاك طول ما حياتك صيف وشمسك طالعة. لكن أول ما جو حياتك يتغير وفصول حياتك تقلب شتاء وبرد وأمطار ورعد، يقفلوا البيت ويجروا يرجعوا لحياتهم الطبيعية، وتتحول حياتك لشيء أشبه ببيوت المصايف لما بيهجرها أصحابها في الشتاء، فارغة وباردة قتلها السكوت. لو ما كنتش حنين عليا في لحظة كسرت الدنيا فيها قلبي، ايه فايدة حنيتك والدنيا حلوة وبتضحكلي؟ ولو ما قدرتش وجعي في لحظته، ايه فايدة تقديرك ليا وانا سعيد في حياتي؟ الإنسان مننا بيدور على قلب يحن عليه لما الدنيا تقفل في وشه، أما في الأوقات الحلوة كل الناس جميلة وبتحبك. الناس دي قال عنهم نجيب الريحاني: إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللي. اسمع، نعم، إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللي. وشرم برم يعني شر مبرم، يعني لو مش هلاقيك وانا واقع ومكسور والدنيا مصدرالي وشها الخشب، هلاقيك امتى؟ وترللي يعني تراءلي، يعني لما الدنيا ترجع تضحك لي افضل ليا ما اشوفش وشك في حياتي تاني.
الناس الحنينة يا صديقي علاقتهم أعمق وأصدق. الحنية بتخلق روابط إنسانية أكثر أمانا واستقرارا، وبتخلي العلاقات تقدر تتحمل تقلبات الحياة اليومية. أنا شخصيا مهما بشوف في صفات البني آدمين الحلوة، برضو الحنية تكسب بالنسبة لي. من كام يوم سألتكم على انستجرام، كلنا بندور على حاجة في علاقتنا، بس يا ترى ايه الحاجة اللي بقت ناقصة قوي واللي لو لقيتها في حد هتتمسك بيه؟ كانت المفاجأة انه احتلت الحنية المركز الأول، مكتسحة باقي الخيارات. الغريب ان الناس بقت بتشوف الحنية مش بس كجزء من الحب، لكن كحاجة أعمق وأقرب لاحتياجنا الإنساني اليومي، كأنه الحنية هي الغذاء العاطفي اللي بنفتقده، فبتسبب لنا أنيميا حادة في المشاعر. فهي مش بس شعور رومانسي أو رفاهية إنسانية زي ما بيتهمها البعض، ده في حين إنه احتل الحب نفسه المركز الأخير. شدني رد أحد المتابعين على السؤال ده في الدايركت مسجز، واللي بحب دايما أقرأ فيها تعليقاتكم ورسائلكم على اللي بكتبه، وللحقيقة ياما أسعدني وألهمني، وبعضها أنا شخصيا بستفيد منه. وهنا فرصة عشان بشكركم من قلبي. قالت صاحبة الأكاونت باسم نوران، وكتبت بالنص في رسالتها: وسط الدوشة اللي عايشينها بيبقى الواحد محتاج في الآخر حد يطبطب عليه عشان يشحن ويعرف يكمل. ومن ضمن التعليقات التانية اللي صاحبتها عبرت تعبير جميل عن احتياجنا للحنية: أنا مش عايزة حد يحبني، أنا عايزة حد يكون حنين عليا، حد ارجع له وانا مكسورة فما يخافش من المكسور فيا ويمد ايده يلمه معايا. هل تتفق معايا يا صديقي ان الحنية هي التعبير الأعمق عن الحب؟ الإنسان يا صديقي قدر يخترع مؤشر لقياس كل شيء، مؤشر للحرارة في الجو، مؤشر للبنزين في عربيتك. ده وصل الأمر إنه يعمل مؤشرات يقيسوا بيها السعادة للشعوب، لكن عمر ما حد فكر يخترع مؤشر نقيس بيه مستوى الحنية في الناس. تخيل معايا لو احنا ماشيين في الحياة وكل شخص بتتعامل معاه أو تقرب منه يظهر فوق راسه قدامك مؤشر بيقولك مستوى الحنية في الإنسان ده 82%، وفي الإنسان ده 50%، أو يديك رسالة تحذير شديدة اللهجة: احذر، مستوى الحنية في الإنسان ده منخفض جدا. وقتها وحسب منسوب حنية الإنسان اللي قدامك، انت نفسك هتلاقي روحك بتنجذب له وتحب تتعامل معاه وتقرب منه. مستوى الحنية في البشر مهم جدا يا صديقي، واعتقد إيلون ماسك صاحب الاختراعات الغريبة محتاج ياخد بأفكاري في الحكاية دي. احنا كمان ممكن نعمل بشكل أو بآخر صيانة لروح الناس اللي فيها منسوب الحنية قل، ونرفع من مستوى التعاطف والحب في قلوبهم. فصدقني إن زاد معدل الحنية في البشر، زاد تلقائيا الحب والدعم والقرب والمساندة والجدعنة والسلام والتعاطف بين الناس، وقلت بالتبعية القسوة والكره والخصام والحروب وكسرة القلب. عارف الجملة اللي بتقول 90% من مشكلات الكون تتحل بالحنية؟ أنا مؤمن بيها جدا. الحنية مش وسيلة طبطبة، الحنية أداة مقاومة، أو بتعبير آخر كتبه الشاعر الكبير محمد حمزة ولحنه بليغ حمدي وغنته شريفة فاضل:
الحروف بالحنية تاخد عينيا، بالمعندة بالقاسية هتغلب فيا. وخلوني أكمل لكم جزء من كلام الأغنية اللي وضح فيه محمد حمزة أثر قلة الحنية، فقال: بالحنية كل شيء بيهون مهما الجرح يكون، بالقاسية أحلى حب يضيع، حتى الشاري يبيع بالقاسية. أوقات كتير بنفتكر إن العالم محتاج قوانين أكتر، رقابة أشد، استراتيجيات أعقد، بس الحقيقة العالم محتاج الكثير من الحنية. مش قادر أفهم ليه الإنسان خلى صفة الحنية تخضع لمفهوم القوة والضعف. أنا حنين إذن فأنا ضعيف. إحنا بنعيش في زمن العلاقات الناشفة، كل حاجة فيه تقريبا بقت سريعة وباردة، بس الحنية ساعات بتظهر من حيث لا نتوقع. خلينا نروح بيك لقصة حصلت في عز الحرب العالمية الأولى، معروفة باسم هدنة عيد الميلاد. حدوتة بتحكي ازاي الإنسان حتى وهو محاصر بالموت وبالدم ممكن تغلبه فطرة الحنان فيه، وازاي لين القلب بيطلع فجأة من وسط الخراب وخنادق الحرب. في ليلة 24 ديسمبر 1914 كان الجنود الألمان بيحاربوا ضد الفرنسويين والإنجليز على الجبهة، وكل واحد فيهم واقف في خندقه بتفصل بينهم أرض اسمها No Man's Land. في الليلة دي وقف صوت الرصاص وفضل يعلى صوت الغنى من الخنادق. لما ابتدوا الجنود الألمان يغنوا ترانيم عيد الميلاد من قلب خنادقهم، بدأ يلين قلب جنود العدو الناحية التانية، لحد ما قرر جندي منهم يعدي الجبهة التانية ويعرض انهم يخرجوا كلهم ويحتفلوا بالعيد. سلموا على بعض واتبادلوا السجاير والأكل، ودفنوا سوا أصدقائهم من الجنود المقتولين في المنطقة العازلة بينهم. القصة دي بتقول ايه يا صديقي؟ بتقول ان الحنان في البشر عمره ما بيموت حتى في قلب أقسى حروب العالم أسوأ، واننا بنشوف اوقات العدو كعدو لحد ما نبصله كإنسان فتتغير المعادلة. بتقول كمان ان اللين مش ضعف، ده اختيار شجاع، وان الرحمة حتى لو للقطة عبرة في الحياة ممكن تخلي أقسى القلوب تلين. الحنية يا صديقي دي بتظبط ميزان الدنيا. اللي بيقدم لك حنية زي اللي بيقدم لك فنجان قهوة معمول بحب مخصوص ليك، بيشتري خاطرك فيكسب قلبك. الحياة صعبة، ووجود إنسان حنين جايز ما يغيرش واقع حياتك وأحداثها، لكن بيخفف حمل قلبك بشكل كبير. والمجتمع الحنين مجتمع صحي أكتر. كل ما زاد التعاطف والرفق في المجتمع كل ما كانت الصحة النفسية للناس اللي فيه أفضل. الحنية بتخلق انتماء وبتبني شبكات دعم متينة بين الناس، بنطيب بيها جروح ونربح بيها قلوب ونكبر بيها خواطر ونقوي بيها حبل عشرة ممدود يمكن كان على وشك انه يتقطع. الحنية يا صديقي تجارة قلوب رابحة دايما. عمرك سمعت عن العلاج بالحنية Compassion Focused Therapy؟ طوره دكتور انجليزي لما لاحظ ان ناس كتير بيعانوا من الخجل والتوتر والاكتئاب، وغالبا بيجلدوا نفسهم بكلام قاسي كأنهم أعداء لنفسهم عايشين جواهم. فابتكر نوع من العلاج بيركز على الرحمة والتعاطف والقبول الذاتي
أدوات عشان نقدر نطبطب على نفسنا وندي نفسنا فرصة نرتاح. تخيل معايا إن بدل ما تكون قاسي على نفسك تحاول تديها ولو جزء من نفس الحنان اللي انت بتديه لحد عزيز عليك. عشان كده قبل ما الدنيا تجري بيك اشرب قهوتك وطبطب على روحك، لأنه يمكن انت أول واحد محتاج حنيتك، ويمكن تكون الحنية دي هي أول خطوة نرجع بيها علاقتنا بروحنا. الحنية لا تتجزأ، الحنين في كل شيء ومع كل حد، حنين مع الناس ومع نفسه وحتى مع مخلوقات ربنا المستضعفة زي كلاب وقطط الشارع والطيور والبيئة من حواليه. الحنية هتحميك من الانهيار، لأن الأشخاص الحنينين عندهم مرونة نفسية أعلى وبيقدروا يتعاملوا مع الضغط بشكل صحي، لأنهم ما بيفقدوش تعاطفهم تجاه الناس ولا تجاه نفسهم. وعشان كده تفضل الحنية سيدة الطباع الجميلة وصاحبة الأثر العميق اللي بيفضل محفور في القلب. ومع فنجان قهوتك اللي جاي، كل ما الحياة تضيق عليك وكل ما ألمك زاد، زود انت الحنية على نفسك، لأنك أول ما هتبدأ تحب نفسك، تحن عليها، تحترمها، طبطب عليها شوية، هتفتح باب حنيتك قدام العالم كله، وهنكون احنا الحنية اللي بندور عليها مش بس بنستناها.